واصل ان شاء الله. بالسلامة. تفضل. طبعا كابتن احمد حسام ميدو الان سيذهب الى الاستوديو الاعلى. الاستوديو الاعلى ينتظر فيه زميل ابراهيم علي. ابراهيم طبعا حلاقنا المحبوب والمحترف اللي انا حيظبط ميدو، ومعنا ايضا زميل شادي من موقع بي ان سبورتس نت، وكما قلت سيبث او سيضع فقره الحلاقه على الفيسبوك لبي ان سبورتس، بامكانكم ان تشاهدوه. وطبعا يعني ابراهيم ما وصيك والله شجاعه من ميدو يا والله شجاعه من ميدو. انا احترم يعني ميدو، نحترم الجمهور وكان وفي وعند كلمته، حاولنا نساعده احنا ونحافظوا على شعاراته. جاي رمضان وجاي اليورو وفي استديوهات كثير عنده، وفي عنده دعوات برا، لكن هو قبل هيك حلق شعره يعني لما كان في توتنهام حلق شعره ورجع طلع، وما شاء الله هو وسيم شعره شعر في روما. مقبول. احنا هنا موجودين نلبي رغبات الجماهير. بالضبط. احنا لبينا بالضبط 72 ولا 78. عداك العيب. الان ميدو وصل. لا مسامحه نوي ابو خالد. ايوه يا ميدو. حريص. لازم نواف السنه الجايه يراهن على حاجه. ايه انا انت دورك جاي على شعرك انت والدكتور طارق. طبعا ابراهيم صار له شهرين يستنى في هاللحظه، صار له شهرين عم يسخن ابراهيم. خالد لازم يعني يتقدر على المجهود. طبعا صار له ساعتين هو متشيك لك يا متشيك لك يا سيدي. شهرين يسخن. يا جماعه الشعر ما تضيعوا، ما ترموا الشعر ولا لا؟ ان شاء الله. يلا يا ابراهيم، ترى الشعر ما تفرط فيه، ممكن بعد هيك في ناس تعمل عليه مزاد. يعني انا ما شفت حد تكلم في موضوع مثل موضوع شعر ميدو في هالشهرين على المستوى الرياضي. تركوا الدوري الانجليزي، تركوا ليستر ورياض محرز، وكل واحد يقول لك شعر ميدو. عملنا استفتاء، البعض قلنا لا 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 نوافق ولا نسمح ولا نسامح وبالموس وبالكذا وقصوه على الزيرو. نقول حق ميدو ابتسم الصوره تطلع احلى. مش لازم دي ميدو. لا عشان يعني ابتسم عشان ما الصوره تطلع احلى. لكن ميدو انت لما كنت لاعب حلقت شعرك قبل هيك في ما شاء الله عليك، مميز بالهيد. بصراحه الهيد كنت تلعبها احسن بشعر او بدون شعر؟ لا بشعر. ليه؟ تزلق الكوره تزلق من غير لا مش زيرو، هو حتى ما حلق زيرو. ما حلقت زيرو وقتها، انت حلقت على واحد. طيب معلش، ما شاء الله تطشود يعني نمسك خشب وشعرك جميل وقوي. خلال كم رجع طلع شعرك في المره الماضيه؟ يومين. لا رجع طلع طبيعي يعني قدامه. انا بقول خلاص كبرت انا شويه يعني، بس قدامه 4-5 شهور. يعني الموسم الجاي ترجع لنا بشعر. الموسم الجديد ما عادش تراهن على شعرك. رجع العائله استشهدتم في هذا الموضوع، حكيت العائله في هذا الموضوع. كان 2 ولا كام؟ يلا ابراهيم زيرو ابراهيم. خلي لا زيرو ليه؟ لا خلي ابراهيم وضميره يا ميدو. زيرو. خلي ابراهيم وضميره. زيرو ابراهيم. يا ابن الذين انت. ابراهيم شوي يا ابراهيم. بص كابتن نبيل فرحان ازاي؟ ما اعرفش فرحان. نبيل معلول الضحكه واصله لهنا. يعني انا اول مره شفت كابتن نبيل يضحك جديد. زيرو ابراهيم زيرو. يا ابراهيم شوي يا ابراهيم. شوي يا ابراهيم. كافي كذا خلاص. يا ابراهيم والله انك بطل يا ميدو. خلاص والله انك بطل. انا اشهد انك بطل وملتزم بكلامك. ما شاء الله عليك. بس انا خايف انك تصير اوسم بدون شعر. خلاص كافي ابراهيم. انت شاورت العائله في موضوع الحلاقه ميدو؟ حكيت للعائله؟ قلت لهم مؤيدين ولا معارضين؟ لا كله مؤيد. كله مؤيد. كله مؤيد من منطلق الالتزام بوعدك. لازم نلتزم. والله انه شجاع. والله انا احييك واحييهم. وده اقول لك على الهواء. والله طلعت عليه يا ابو خالد. وفيت طلعت عليه. شو هذه المفاجاه اللي حتصدمكم الان. والله طلعت عليه الان. هذه المفاجاه اللي حتصدمكم. كابتن نبيل. نعم اخوي. انت فرحان فيا كده ليه؟ ليه؟ انا مش عارف. نبيل يعني ما بعرف اكثر واحد متحمس. انا متخيل لو كان معنا اخونا محمد سعدون. لا سعدون حيكون موقفه مشابه. محمد الحين يصور الشاشه. الله اعلم. محمد الله اعلم ليش متحمسين لهالدرجه ضد شعرك يا بدر؟ بص يا ابو خالد، لما كنت حلقه طارع قبل كده كنت فت يعني. وانت ما شاء الله عليك دلوقتي ما شاء الله عليك. الله اعلم. شوي خفف العشاء بس. ابو خالد لانه الموضوع جاي هكا معناها فدلك الموضوع معناها نحكيه. كنا نمزح في الاول. انا قلت وصارت جد. مثل جاري لينيكر رئيس وزراء بريطانيا قال يجب ان يتقيد بوعده. وانا في رايي ميدو اشجع من جاري لينيكر، لانه جاري لينيكر اجل الاستوديو الاول في الموسم الجاي. والله يعني مثل ما قال تيم شيرود من شوي، قال يصير بده يعمل لياقه في الجيم. قصرت الله يا ميدو كلها تعمل. برافو.
انا يعني اعتقد انه الجمهور مبسوط منك الان. ذكرتني وانت لابس فانيله روما دلوقتي. لا وانا لابس توتنهام حتى توتنهام نعم وانا لابس فانيله روما بلس 35 كيلو. سهل تروح انت ما شاء الله عليك لسه انت اصغر من ابراهيموفيتش يا ميدو. انا 33 سنه. طيب كان ممكن تكون تلعب يعني والله المفروض. طيب يا ميدو معلش المفروض. ما هو اكثر هدف تذكره انت، الهدف اللي فرحت فيه كثير؟ هدفي في ريال مدريد في الشامبيونز ليج مع مارسيليا. انت ما شاء الله سجلت في ريال مدريد وفي برشلونه. وفي برشلونه، لكن واحد مع مارسيليا واحد مع اياكس. هدفي في ريال مدريد كان بالنسبه لي وملعب الفيلودروم واجواء الفيلودروم. نعم. كان هدف مميز جدا. وهدف مصر والسنغال تصفيات كاس العالم 2002. نعم. كان لحظات عمري ما هنساها. والهدف اللي سجلت فيه هدفك على ليبيا في افتتاح كاس افريقيا 2006. وليبيا لان نعم. كانت ضغط كبير اجواء كانت غير طبيعيه في مصر في 2006. نعم. شوي يا ابراهيم يا ابراهيم حاسس يا ابراهيم بس في قدام حته كده صغيره على الجبين يا ابراهيم. شوي يا ابراهيم شوي عليه برد على والله ما شاء الله عليك. بعدين عيني عليك بارده يا ميدو. إبراهيم. ما زلت انت نفسك يعني. ميدو الحين صرت البرد على طول يجيك. ليش ماسك مشط ابراهيم؟ ما تحتاج. ليش ماسك مشط؟ بالمناسبه نظف. ميدو الماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها الشباب الكابتن نبيل والكابتن طارق عشان تحافظ على معدل الشعر هذا. حلقت كله كده؟ اي حلو. سامعني ميدو؟ ايه والله حلو. ماكينات الحلاقه اللي اهدوك، خليني في اللي انا فيه بس. ماكينات الحلاقه والله حلو. ماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها فرحان فيا. والله حلو. والله حلو. يقول خلينا حلو. ماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها الشباب مشان تحافظ على معدل الشعر. ما شاء الله تبارك الله. كل ما تشوفه طول شوي ادي له نمره واحد. بعدين ابراهيم ما يقصر يا ميدو. وابراهيم حاضر وموجود. والله ابراهيم ما يقصر والله. هو والله الان اسمعوا بقى فكره يعني على فكره هلا على جد. على فكره هلا على جد. ترى ابراهيم هلا عليك والله مشيت معه. ما شاء الله عليك. على فكره ما شاء الله عليك ابو خالد. على فكره ابراهيم هو عارف نفسه صار انه وسيم ما شاء الله. صار له تقريبا شهر كامل يسخن معسكر وعامل دايت. ابو خالد قبل المباراه الحين هو يسخن عنده ساعتين. هو يسخن عنده ساعتين. شهر مسوي دايت عشان الجاكيت يتسكر إيه. والامور هذه. هذا ابراهيم ايه الان دايت على ميدو بقى. وصار له ساعتين. والله يا ميدو طلعت بطل صراحه. والله بطل ابراهيم صراحه بطل. ليستر سيتي اسمعني، ليستر سيتي ورياض محرز ابطال في انجلترا وانت بطل عندنا. الله شكرا عند كلمتك وما شاء الله عليك. يعني انا شايف صرت اوسم اوسم وما شاء الله عليك. وسامه ورجوله ما شاء الله. احمد حسام ميدو. شكرا ابراهيم عليك. شكرا ابراهيم. شكرا ابراهيم. شكرا ايضا لشادي. انت عم تصورنا احنا شايف انت بدك تصور ميدو. احنا حنحافظ على شعبنا ان شاء الله وما حنراهن على الموضوع ابدا. وارجو كلكم تتعظوا هالكم شعره حافظوا عليهم. شفتوا شو اللي صار. لكن بصراحه يعني كابتن احمد حسام ميدو كان عند كلامه، واعتقد انه نحن عملنا استفتاء، حاولنا نساعد، حاولنا نسامح في حق عام. اعتقد الجمهور والله كابتن سعد الحوطي اعطى المبادره. الجمهور ما يريده. والحقيقه حديثي مع احمد حسام ميدو، انتم لو تدخلوا على يعني على اليوتيوب وتشوفوا اهداف احمد حسام ميدو بتعرفوا ما شاء الله يعني مين هو. اللي ما بيعرف يعني طبعا، واللي ما شاف بيعرف مين احمد حسام ميدو والاهداف اللي احرزها، كيف احرزها ومع مين، مع اكبر الفرق وفي مرمى اكبر الفرق. وكان فعلا نجم متالق مثل ما هو الان معنا نجم متالق في الاستوديو في التحليل. ميدو 2016. انا بدعو كل الشباب ان هم يحلقوا. ايوه ميدو 2016. والله بزيد. ميدو 2016. والله احلى احساس يا سيدي ما شاء الله. نعيما هوا. ربنا يجعله نعيما ان شاء الله. ويعني مرتاح صح. الله يحييك يا سيدي نعيما وان شاء الله عفيت. وان شاء الله يعني دائما مثل ما يقولوا بضاعه مخلوفه والشعر يرجع يطلع بسرعه وان شاء الله في الحج يا رب. والله زميلنا حمدي المنتج اقترح عليك، قال لك روح عمره واحلق شعرك وارجع. لا لو رايح لا ما نرضى. كنا صورنا هناك. على كل حال كابتن احمد حسام ميدو نحن بنحييك باسم الجمهور على شجاعتك وعلى الان كيف احساسك؟ في برد؟ فريش. لا انا بالنسبه لي كان مهم جدا ان ابراهيم يكون متواجد معانا، لان لازم الساده المشاهدين يعرفوا ان احنا في شباب كتير بيعملوا مجهود جبار معانا وهم اهم مننا. مجهولين وهم اهم مننا. صح. واحنا بدونهم يعني او من غيرهم عمرنا ما نقدر نخرج في المظهر اللي احنا الحمد لله بنخرج فيه على بي ان. نعم. اذا حد قال لك الشعر فين
انا عاوز ده يعني انا حلق شعر فين؟ ايه حلقته ده؟ لا لا انا عاوز اعمل مزاد على الشعر الخطوه الجاي. كاو. لا خص لي هي ايوه بيبي لا ما شاء الله الشعر هذه اول قطفه يا ابو خالد. قطفه. طيب. اول قطفه لها شو قيمه. موسم الزيتون. لا اول قطفه. طيب احنا كنا في موسم استثنائي وميدو انت يعني ما بعرف انت لما حكيتها انا ححلق شعري لو ليستر سيتي فاز بالدوري. يعني الكلمه طلعت كده حكيتها كده ولا كنت تعنيها؟ لا انا فعلا يعني انا يعني كنت تعنيها بمعنى انك اولا مستعد تحلق شعرك لو فازوا وكنت ايضا تستبعد فوزهم كليا؟ لا مش استبعد فوز، يعني هو بالنسبه لي كيف صار؟ احكي لنا الحكايه. استفزيت انت جالس جنبه انت استفزيته شويه استفزني استفزيته انا. لذلك اشتغل عليه الموسم الجاي رجاء. عشان كده اكتر واحد او ممكن تبدا باليورو، ترى مو بعيد اليورو ان شاء الله. صح اليورو ورمضان بعد عمره وفوقها تحلوقه. ان شاء الله. يعني انا شايف ان ليستر انا شايف نفس ميدو امامي ما تغير شيء كثير يعني. لا تغيرت والله ما شاء الله عليك صرت اوسم يعني ما تفكر ايه. وبعدين ترتاح الان من نروح عند ابراهيم، لا تروح عنده تمشط شعرك قبل خلاص الاستوديو ما ولا تشوف حط سبراي. خلص تيجي على طول من البيت على الاستوديو. نعم. انا شايف شوف الصوره اللي قبل، شوف اللي قبل وشوف اللي بعد ما احلاها. وين اللي بعد؟ هذه قبل. كاو على الهواء. قدامي انا حطوه انتم. طيب. طيب هو المفروض يكون مكاني الحقيقه مش هيطلع قبل وبعد في نفس اللقطه. نعم نعم يا كابتن. انا في رايي ان ليستر معجزه السنه دي. انا توقعت ان هم في اخر 5 6 يقطع مباريات نفسهم. ان هم في اخر 5